السلام عليكم، وفيديو جديد وفلوج عجيب يا جماعة. أول مرة أعمله في حياتي. أطول مشوار ديليفري في العالم، من طنطا للمحلة، وبعد كده دمياط، وبعد كده سمنود، وبعد كده طنطا. ودلوقتي يا جماعة هنشوف الخريطة بتاعت دمياط وسمنود والمحلة من موقع جوجل زي ما انتوا شايفين. ادي يا جماعة شكل الخريطة. هنا طنطا، بعديها بشوية المحلة، وبعديها المنصورة، وبعديها دمياط في الاخر خالص. بعد دمياط على طول راس البر. المسافة من طنطا للمحلة هي يا جماعة حوالي 27 أو 30 كيلو. وبعد كده على نفس الخط المنصورة، ونفس الخط برضو هيوصل في الآخر خالص لغاية دمياط. المسافة يا جماعة من المحلة لدمياط 90 كيلو أو 95 كيلو. أنا في الأول كنت في طنطا، رحت المحلة، وبعد كده رحت من المحلة رحت لغاية دمياط، وبعد كده رجعت تاني من دمياط لغاية سمنود. اهو يا جماعة مكان سمنود اهيت جنب المحلة على طول، على يمين المحلة. تمام. وبعد كده من سمنود رجعت تاني لغاية طنطا. دي يا جماعة كانت تجربة، ولأول مرة اجربها بالموتوسيكل بتاعي. اتفرض عليا الشغل دوت وانا وافقت ان انا اخد التجربة ديت، وصورت فلوج. طبعا انا دلوقتي وانا بصور المقدمة، انا الحمد لله خلصت التصوير. عشان تعرفوا بس ان المقدمة ديت اللي انا بصورها بعد ما انا الحمد لله يعني سافرت ورجعت بالسلامة في مشوار طويل جدا. هتلاقوا يعني صورت فيه بعض اللقطات كده، ما صورتش المشوار كله يعني. الاوردر يا جماعة اللي عاوز يتأكد فعلا من اللي حصل، الاوردر خدته من محل اسمه سنة، موجود في المحلة الكبرى في شارع شكري الكواتلي. اي حد يا جماعة من المحلة عارف الشارع ده كويس، واكيد لو سأل هيلاقي المحل دوت اللي اسمه سنة، بتاع المنتجات الغذائية الصحية بتاعت الدايت والكلام دوت. تروح بنفسك وتسأله وتقول له مولانا احمد فعلا جالك وخد منك اوردرين، واحد دمياط وواحد سمنود؟ هيقول لك ايوه فعلا. قول له عشان بس هو صور فلوج بقى وعمل فيديو مخصوص عشان التجربة الخطيرة دي. طبعا يا جماعة دي كانت تجربة فعلا صعبة عليا. السواقة اصلا فيها خطر، وبعدين في نفس الوقت الموتوسيكل نفسه كان محتاج الترس بتاعه يتغير. وانا حليت حل مؤقت كده من يومين، يعني شديت الجنزير وكده. انا مش ضامن نفسي في وسط الطريق حاجه تحصل في الجنزير او في الترس، اعطل ساعات على مرجع تاني والاوردرات هتتاخر، يبقى انا كده خسرت وقت كتير جدا والناس هتقعد ترن. فالحمد لله يا جماعه ربنا ستر، والحمد لله ان الموضوع عدى على خير الحمد لله. بنصحكم يا جماعه يا ريت محدش يحاول يجرب التجربه ديت. انا خدت بالاسباب برضو، ودعيت ربنا واستغفرت وتوكلت على الله وفولت المكنه. مش هطول عليكم اكتر من كده معلش. يلا بينا يا جماعه نشوف تفاصيل. طبعا انا رحت الاول المحله، هبدا بقى تصوير من المحله. يعني انا بدات التصوير من المحله، وبعد كده بقى وصلت دمياط على المغرب. وطبعا يا جماعه دمياط فيها المشترك عمر الشرقاوي صاحب قناه ميكس تيوب. يا ريت تعلق تحت في القناه او في الفيديو دوت يا عمر. طبعا انا وانا هناك يا جماعه كلمته على الفيسبوك وعرفته. فالمهم يا جماعه وانا بقى راجع خلاص الدنيا بقى بالليل، فما صورتش حاجه وانا راجع. وانا داخل البيت صورت برضو اخر لقطه كده، اخر مشهد عشان اعرفكم ان انا لسه واصل. مش هطول عليكم، يلا بينا يا جماعه نشوف تفاصيل الفلوج. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ دلوقتي يا جماعه انا في المحله الكبرى في شارع اسمه شكري الكواتلي. تمام. بالموتوسيكل بتاعي اهوت. ان شاء الله بستعد دلوقتي ان انا اسافر دمياط ان شاء الله. ادعوا لي بالتوفيق ان شاء الله يا جماعه. انا مش عارف المشوار ده بصراحه، يعني 90 كيلو او 95 كيلو، فربنا يستر بصراحه. وبعد مشوار دمياط عندي كمان مشوار في سمنود، وبعد كده هرجع طنطا ان شاء الله. فبما ان انتم بتتفرجوا على الفيديو يبقى ان شاء الله الرحله او الفلوج وصل بسلام الحمد لله. طبعا يا جماعه الواحد لازم ياخد بالاسباب، يتوكل على الله ويقول بسم الله. وانا فولت المكنه، حطيت لها بنزين 92. وان شاء الله بعد المشوار دوت هغير بقى الزيت واغير. كان في ترس محتاج يتغير، هغيره ان شاء الله، وربنا يستر وما يعملش معايا مشكله وانا ماشي دلوقتي.
دلوقتي هتصور مع بعض بقى الطريق وانا ماشي. دلوقتي يا جماعه الحمد لله وصلت المنصوره، وعديت دلوقتي على الموقف بتاع المنصوره اللي هو على السريع. دلوقتي في الطريق اللي هو رايح لدمياط زي ما انتم شايفين السريع. طبعا يا جماعه يعني وقفت بقى شويه عشان اريح المكنه وكده، وبالمره اصور المقطع دوت. طبعا بنصحكم يا جماعه محدش يحاول يجرب التجربه دي خالص يعني بجد، لان السفر بالموتوسيكل فيه مخاطره، السواقه نفسها فيها مخاطره، وفي نفس الوقت الموتوسيكل ما تضمنش، ممكن يعني الكاوتش يتخرم لورا او لقدام، ممكن حاجه تحصل في المكنه، فلو حاجه حصلت تبقى مشكله كبيره طبعا وعطله وكده. فما انصحش حد ان هو يجرب التجربه ديت، ولكن انا بالنسبه لي عشان ده الشغل بتاعي فاضطريت يعني ان انا يعني اخد التجربه ديت، وبالمره قلت اما اصورها معاكم ونشوف ان شاء الله هنوصل امتى. من شويه كان في يافطه بتقول لي دمياط 60 كيلو، يعني دلوقتي فاضل على دمياط ان شاء الله يعني حاليا 55 كيلو 50 كيلو، يعني لسه شويه برضه هوصل ان شاء الله دمياط واطلع معاكم مره تانيه. كده يا جماعه فاضل تقريبا 20 كيلو على دمياط ان شاء الله. انا دلوقتي عديت مدينه اسمها شربين، عديتها بشويه كده حلوين، ولسه على السريع اهوت زي ما انتم شايفين. طبعا سواقه الموتوسيكل بقى يعني الدموع بقى والتراب بيخش في جسم الواحد. يلا اتمنى ان شاء الله نوصل بالسلامه. طبعا يا جماعه دلوقتي وانا في نص الطريق كده او 3/4 الطريق قربت اوصل، يعني حاسس بالغربه، حاسس ان انا غريب في المكان. فعشان كده قلت اطلع اتصور فلوج واعرفكم بحال الواحد يعني هو بيسافر موتوسيكل وكده. فربنا ييسر ان شاء الله. ان شاء الله المكنه تستحمل سفر، مكنه بجاج بوكسر هندي 2016، فما شاء الله عافيه يعني وشغاله كويس. ربنا يبارك فيها يا رب. وانا ان شاء الله يا جماعه عارضها للبيع، ربنا يبارك للي يشتريها ان شاء الله. طبعا ده يا جماعه يعني اطول اوردر دليفري لغايه دلوقتي، اطول اوردر دليفري لغايه دلوقتي. الاوردرات في الصندوق ورايا اهيت. دلوقتي هبدا اتحرك يا جماعه ان شاء الله. فاضل تقريبا 20 كيلو كده يا جماعه، فاضل 12 كيلو على دمياط ان شاء الله، والمغرب اتدنت وانا في حكم السفر دلوقتي. طبعا 90 كيلو اكتر من 90 كيلو، يبقى كده اخلص الاوردر اللي ورايا، ولما اروح بقى بالليل بعد العشاء ان شاء الله نصلي المغرب مع العشاء جمع تاخير ان شاء الله. وصلت يا جماعه دمياط. طبعا يا جماعه الدنيا بالليل دلوقتي، انا جوه دمياط دلوقتي. الحمد لله يا جماعة وصلت بالسلامة. طبعا وشي متبهدل من التراب، كنت لسه في سمنود دلوقتي، جبتلي شوية قرص من سمنود كده لما نشوف طعمها مختلف عن طنطا ولا لأ. طبعا يا جماعة أنا فولت بنزين 92 ب30 جنيه، وطبعا كلهم خلصوا.
المشوار كان طويل، ده اطول دليفري في العالم. بجد فرحان جدا ان انا وصلت بالسلامة رغم المخاطر والحاجات اللي كنت انا متوقعها يعني، بس الحمد لله يا جماعة تمام كده. يا جماعة كنا وصلت معاكم لنهاية الفلوج النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، انا خلاص مش قادر اتكلم. يلا اشوفكم الفلوج اللي جاي، سلام.